صباح الخير. احنا ما عندناش كورة في مصر، وعشان نتكلم بقى جد، وعشان نتكلم كلام آه، في نوع من انواع الصراحة والصدق. احنا عندنا، بما اني اشتغلت في الحقل الرياضي ولا زلت بشتغل، وشفت كل الرياضيين الأفزاز. يعني مثلا عملت 5 سنين مع محمود الخطيب بعد الاعتزال، وعرفت ازاي بيفكر، وعرفت ازاي ذكائه، وعرفت ازاي قد ايه كنت بكتب له السكريبت كان يبص فيه كده بصة واحدة بس قبل التسجيل، وما شاء الله الله أكبر يكر كله مع التجويد من عنده والإضافة. اشتغلت مع المعلم حسن شحاتة سنة تقريبا. شفتهم يعني كلك وهم بيتكلموا، وهم طبعا يعني وانا صغير شفتهم وهم بيلعبوا كورة او اللي انا سمعت عنهم. الحكاية مش حكاية ناس قاعدة بتجري ورا حاجة مدورة، وناس تانية قاعدة من الكواليس بتدير الموقف وبتقبض فلوس وبتكسب فلوس. السؤال: هل كمية الفلوس اللي احنا بنسمع عنها دي تستحق الرياضة في مصر؟ لا والله، ولا تستحق الرياضة في مصر خالص. طيب ايه الوعكة الصحية اللي بيعاني منها فرق المقدمة في مصر؟ الوعكة الصحية دي وضع طبيعي وعادي وأقل من العادي لما يحدث في مصر: سوء تخطيط وعشوائية ومصالح متداخلة واستوديو تحليل وإذكاء لروح التعصب، وإذكاء لروح البغضاء الكراهية بين الناس وبعضها. هم بيبقوا محتاجين كده، وفي شركات بتبقى بتمول بالإعلانات وبالحاجات وكده. طيب عشان ما نفضلش نتكلم الكلام المعاد والمكرر اللي احنا بنتغاظ منه اصلا وبنتضايق منه، ان يبقى رقم 1 مفيش عندنا كرة في مصر. رقم 2 في عندنا اعلام رياضي مهترئ ومتعصب وغير قائم على موضوعية، وغير قائم على روح رياضية. طب هو ده بس اللي هيصلح الكرة المصرية؟ لا، اللي هيصلح الكرة المصرية هو تقنين فكرة الاحتراف الحقيقي في بلد الناس قاعدة بتشتكي من ان السكر غلي والسمنة غليت والزيت غلي والصابون غلي وكل حاجة غليت، وان فجأة حاجة غريبة جدا يبقى عندهم هم قاعدين يتكلموا على الحاجات دي ويبقوا بيصدروا رسائل سلبية، ولما بيسمعوا من الأرقام بتاعت اللعيبة الكسر دول يبقوا مبسوطين ويقعدوا يخبطوا في بعض، ويقعدوا من البرامج الرياضية بتسهر لحد الساعة 3 الفجر. الإلهاء، سياسة الإلهاء. وبعدين في الآخر
لما تشوف فرقة مليونيرات كلها ويروحوا في مجاهل افريقيا يتغلبوا بالخمسة والستة ويطلعوا من الادوار الاولى لاي مسابقة، وايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. هل المنتج الاخير بيتناسب مع كل الحاجات المصروفة والمدفوعة؟ لا. طب هو اللي بيحصل هو ايه الحكاية بالظبط؟ اتحاد الكرة المصري يعني واحنا صغيرين شوية طلعنا لقينا شخصيات مرعبة، ولقينا شخصيات بت بتتكلم كلام مش مسطح زي احنا ما بنشوف. اغلب لاعيبه الكوره بيتكلموا كلام مسطح، يعني مش كلام، مش تحس كده ان محمد حسن حلمي بيتكلم، ولا تحس كده ان صالح سليم اللي بيتكلم. لا 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 لا، حاجات تافهه جدا. وعندك ال نوعيه البرامج هي بتعتمد على الجهل، وبتجهل اكتر، لان ما فيش حد يعني فقد الشيء لا يعطيه. واحد ما عندهوش فكر ولا عنده دراية ولا عنده خبرة ولا عنده تجربة ولا عنده اي حاجة غير انه بس ايه بيجيب اعلانات، والشركات بتجيب اعلانات وخلاص. وبعدين في اخر الليل يا عيني تلاقي العيال المساكين الغلابة المحتقنين قاعدين بيعيطوا، وقاعدين ولاعيبة الكرة قاعدين سهرانين في أي مكان، ولا في أي مكنة، ولا في أي حاجة. اشتغلت برامج رياضية، عمري في حياتي ما اتعصبت، ويشهد عليا كل اللي اشتغلوا معايا. بقى الشغل اللذيذ اللطيف العادي اللي فيه نوع من انواع يعني تشغيل الدماغ، لكن تعصب لا. لادراكي تمام الادراك ان هم بيروحوا وبيقبضوا فلوس بشكل غير طبيعي. يعني الجنرال محمود الجوهري الله يرحمه هو 90 اللي دخل مسألة الاحتراف، بس ده مش احتراف، لأن المنتج الأخير زيرو. لك أن تتخيل يا مؤمن إن الفرقتين السوبر واقعين في أفريقيا، وفرق بقى عبقرية زمان. كنا بنتفرج على الترسانة، فين الترسانة؟ الإسماعيلي الدراويش ده فين الدراويش؟ المصري فين المصري؟ كانت فرق مرعبة وكانت لها شنة ورنة. يعني الإسماعيلي ده ليه شنة ورنة، والمصري ليه شنة ورنة، ترسانة، محلة. وإيه اللي بيحصل دلوقتي؟ ما اللي بيحصل دلوقتي هو تخلي الدولة عن دورها تجاه الرياضة بهذا الشكل. ومعلش يعني انا مش بفتي يعني، بس انا بحاول يعني ابقى برصد احنا ليه وصلنا في الكوره بالشكل الغريب ده، ان احنا نروح نتغلب بالخمسة والستة ونرجع، وان احنا نقعد احنا الفرق بتاعتنا بتقعد تجاهد وتكابد علشان نقطة ونقطتين في افريقيا اللي احنا كنا بننيمها من المغرب. برضه انا مش بفتي والله، انا بس زعلان. وصباح الفل.